فيلمنا النهارده بيبدأ بالمشهد الافتتاحي مع شابة جميلة ولكن مضطربة شوية، واخيرا قابلت اخوها بس هو اخوها غير الشقيق، وهي عمرها ما شافته ولكن سمعت عنه وكانت خايفة ان ده يبقى ظهور مؤقت ويختفي عشان مش عاوزة تبقى وحيدة، وخايفة ان اي حاجة تحصل بينهم لو قضى معاها وقت اطول، وهو قال لها انها تقدر تمشي لو هي حابة، بس هي حست انه بيتصرف زي امها قوي، بس هي مبسوطة عشان كان وحشها الشعور ده. فيا ترى ايه اللي ممكن يحصل مع شارلوت في الاحداث الغريبة دي؟ وبعد كده بنشوف شارلوت مع الدكتورة النفسانية بتاعتها واللي برضه بتتصرف زي امها، بس شارلوت بتكره الموضوع ده وما بتحبش تتكلم عن ابوها ومش عاوزة تتصالح مع امها ولا عاوزة تتكلم مع حد تاني اصلا، بس الدكتورة نصحتها تقفل عينيها وتتخيل اللي كان بيحصل معاها من ساعة ما اتولدت، ولكن شارلوت رفضت الموضوع ده وحست بالحزن فجأة، بس جربت تعمل كده في الاخر وقالت انها مش عارفة تتخيل حاجة. وبعد ما الجلسة خلصت شارلوت راحت شغلها وهي شغالة مدربة رقص للاطفال، وفي ليلة من الليالي راحت تحضر حفلة فرح بتاعت واحدة صاحبتها ودي تبقى البيست فريند بتاعتها واسمها مارتي وجوزها الشاب اللي اسمه ماركو، وشارلوت قالت كلمة افتتاحية للعروسين في حفل الاستقبال وشكرت مارتي عشان هي جزء كبير من حياتها وبتعتبرها كأنها عيلتها الوحيدة، وحتى هي مصاحبة اخو مارتي اللي اسمه داجي، وبدأت تتكلم عن قد ايه مارتي كانت بتشجعها وكانت جنبها في أسوأ مواقف في حياتها وهي دايما بتلهمها، وحتى هي حاسة بالغيرة عشان مارتي هتسيبها وهيبقى عندها عيلة تانية تركز معاها، بس طبعا مارتي مش هتتخلى عنها وهتفضل دايما في حياتها وحتى وهي عندها عيلة جديدة. وبعد شوية وقت حلوين في الحفلة بنشوف ماركو قدم لمارتي سلسلة جميلة كان وارثها من عيلته، وشارلوت كانت مبسوطة جدا لما شافت صاحبتها بتحب جوزها وسعيدة في حياتها، بس برضه كانت غيرانة وكل اللي في الحفلة كانوا سكرانين، وماركو وداغي شافوا شارلوت ومارتي مع بعض، ومارتي كانت متضايقة من اخوها عشان دايما بيحاول يلطف مع شارلوت، لكن شارلوت بدأت تهزر وتجيب سيرة اخوها وبتقول ان عندها اخ في مكان في العالم، لكن مارتي فكرتها بانها ما قابلتش اخوها غير الشقيق ده قبل كده. وبعد كده بنشوف الحفلة لسه مطولة شوية وشارلوت راحت عند ترابيزة الهدايا واخدت السلسلة اللي ماركو قدمها لعروسته الجديدة قبل ما تروح ترقص معاهم. وبعد كده بنشوف داغي كان في بيت شارلوت اللي طلبت منه يقعد معاها للصبح، ولكن كان مضطر يمشي غصب عنه وما ينفعش يطول اكتر من كده. وفي تاني يوم بنشوف شارلوت قابلت داغي اللي بيحاول يبدأ مشواره كلاعب كرة قدم، وكان بيحاول يحط مسافة بينه وبين شارلوت ويسافر، وباقي الأيام بالنسبة لشارلوت كانت زي بعضها عشان حاسة إنها وحيدة، لحد ما في مرة في راجل اسمه هنريك راح لها استوديو الرقص بتاعها وقال لها إن عنده فضول يعرف طبيعة شغلها، وده اللي كان مخوف شارلوت جدا، بس الراجل أكد لها إنها لازم هي وأمها يسيبوه في حاله وسابها ومشي. وبعد كده بنشوف مارتي وصلت للاستوديو وسألت شارلوت عن الراجل ده، وشارلوت اكتشفت ان اخوها وراحت تجري وراه، بس للأسف هنريك كان اختفى. وبعد كده رجعت تاني وبدأت توري صاحبتها كل صور العيلة بتاعتها، وكانت فرحانة انها اخيرا شافت اخوها في المدينة، بس ما كانتش حابة تتكلم عن الموضوع، وحتى مارتي غيرت الموضوع وقالت ان هدوم الرقص مش مريحة خالص، وبدأوا يهزروا ويتكلموا عن حياة مارتي وامتى حابة تخلف. وبعد كده شارلوت راحت المستشفى عشان تزور ابوها المريض، وامها آنا كانت موجودة هناك برضه، وبدأت تتكلم انها نجحت في امتحانها وبتعمل عرض جديد عن قصة بتتكلم عن راجل ناجح جدا في شغله بس ساب مراته واطفالها لوحدهم، وبدأت تهزر عن الحياة الزوجية والعيشة الجميلة اللي كانوا عايشينها مع بعض، ولكن شارلوت كانت متجاهلاها وامها مشيت، وشارلوت راحت تجيب شوية قهوة من آلة البيع، ولما رجعت تاني أوضة أبوها شافته هو تعبان جدا ومش عارف ياخد نفسه، وسألها عن أمها، ولما عرف انها مشيت بدأ يعيط ويصرخ، وشارلوت كانت اول مرة تشوفه بالطريقة دي وكانت متعاطفة معاه لأول مرة لحد ما رجع ينام ويرتاح تاني، بس شارلوت كان قلبها مكسور ومش بتفكر غير انها وحيدة جدا وملهاش حد تتكلم معاه، وقررت تزور إيلين اللي باين عليها مرات اخوها هنريك اللي ما كانش مبسوط خالص لما شاف شارلوت، لكن على عكس إيلين اللي كانت عارفة شارلوت ونفسها تعرف تفاصيل اكتر عن حياتها. وشارلوت دخلت بيتهم واستغلت الفرصة دي عشان تتعرف على اخوها اكتر ومراته، وبدأت تتكلم عن ابوها شوية ومرة عن امها أنا شوية، وإيلين كان مبين عليها ما تعرفش التفاصيل دي خالص وحابة تعرف أكتر عن عيلة جوزها، بس هنريك ما كانش مهتم خالص بكلام شارلوت ولا عاوز يعرف أي تفاصيل عن العيلة دي، لحد ما شارلوت قالت إن أمها بتحاول تاخد درجة الماجستير في الأدب وبتمتحن كتير الفترة دي، والجو بقى هادي شوية، وإيلين حبت تكسر الهدوء وسألت شارلوت عن الوقت اللي حصل فيه انفصال في العيلة وكل واحد بقى مع نفسه، ولكن هنريك ما كانش عاوز يتكلم في الموضوع لحد ما إيلين قالت إن معلوماتها عن أنا إنها اتخلت عن ابنها هنريك، وده اللي مخلي الدنيا محرجة بينهم، بس شارلوك أكدت لها إن دي مش غلطتها وهي اندحك عليها من أمها وكذبت عليها، وقالت لها إنها بنتها الوحيدة. وبعد كده إيلين شجعت جوزها إنه ياخد شارلوت ويفسحها ويقضوا وقت أخوي مع بعض، وعلشان كده شارلوت كانت مستنية في الصالة بتاعت شركة هنريك
عقبال ما هنريك يخلص اجتماع ويخرجوا مع بعض. واول ما خلص اعتذر لها عشان وراه شغل تاني هيعمله ومش هيعرف يروح يشرب معاها عصير في الكافيه، ووعدها انه هيخرج معاها في وقت تاني. وطبعا خيبة الامل كانت باينه جدا على وش شارلوت وخلته يحس بالذنب، وقرر في الاخر يروح معاها الكافيه بكل هدوء. وهنريك سمع ان زمايله هيروحوا يحتفلوا ويشربوا، وعشان كده ممكن دي تبقى فكره حلوه ويخرجوا معاهم والليله هتبقى حماسيه اكتر. وفعلا راحوا قعدوا معاهم، ولكن للاسف الموضوع ما كانش زي ما هما متخيلين، والقعده كانت ممله جدا. وعشان كده هنريك طلب من شارلوت تمثل انها سكرانه ولازم يمشوا. وفعلا شارلوت خبطت دماغها في الترابيزه والخطه نجحت، والاتنين خرجوا بكل سهوله وهما بيضحكوا من قلبهم على الموقف المحرج ده. وراحوا كافيه تاني وشربوا عصير سوا، والدنيا بقت لطيفه بينهم، وقال لها انه عمره ما شاف ابوها، وعشان كده اخدته وراحوا المستشفى وشافوا ابوها المريض لسه نايم. والموضوع كان مؤثر جدا بالنسبه لهنريك. وعلى الرغم من كل الحزن ده، الاخت والاخ رجعوا على شقه هنريك عشان ياكلوا وجبه خفيفه في نص الليل، والموضوع بقى الطف كتير بينهم وما بقاش فيه احراج تاني، لحد ما اللحظه انقطعت بينهم لما ابن هنري الطفل الصغير البريء دخل عليهم عشان عاوز ابوه يحكي له حدوته. وشارلوت شافت قد ايه اخوها اب حنين على ابنه وبيحب الاطفال. وفي تاني يوم بنشوف شارلوت بتقضي شغلها الروتيني عادي، وبعد كده راحت بيتها واتفاجئت ان اخوها هنريك جالها الشقه بالليل وما كانش بيقول ولا كلمه، لحد ما فجاه قال لها انه معجب بيها، وكان في لحظه احراج فظيعه بينهم، ولكنها كانت معجبه بيه برضه. وفي تاني يوم بنشوف برضه شارلوت بتقضي يومها عادي وكأن مفيش حاجه حصلت. ولما كانت في المستشفى ساعتها امها قالت لها ان الممرضين قالوا لها بان بنتها شارلوت جت تزور ابوها امبارح بالليل وكان معاها شخص غريب. وشارلوت اعترفت بان اخوها هنريك، ولما قالت اسمه ساعتها انا انصدمت وفضلت ساكته، لحد ما الام بدات تحذر شارلوت انها ما تتدخلش في اللي ملهاش فيه، وسالت لو كان إيريك يعرف الموضوع ده. بس شارلوت سالتها لو هي كانت مهتمه تشوف ابنها تاني عشان اتخلت عنه من سنين طويله، وساعتها انا قالت عن بنتها انها مش متربيه وسابتها ومشيت. وفي تاني يوم بنشوف شارلوت مع اخوها هنريك في المطعم، وكان باين عليهم كانهم متجوزين جديد. ولما شارلوت كانت بتجيب مكياج من شنطتها ساعتها هنريك لاحظ السلسله اللي شارلوت سرقتها من صاحبتها، وهي اعترفت له بانها سرقتها من حفله الفرح. ولكن هنريك ما كانش متاثر وقال لها اعتبريها كانها هديه مني، وشجع شارلوت انها تلبس السلسله. والاتنين كانوا بيقضوا يوم جميل مع بعض، وراحوا فندق كان فيه حمام سباحه وبداوا يلعبوا في الميه. وهنريك قال لها انه غيران منها عشان قضت حياتها كلها مع امها على عكسه. وبعد كده قعدوا مع بعض كام يوم في الفندق ومشيوا. وبعد ما الرحله خلصت شارلوت رجعت شغلها تاني وكانت بتاخد شاور في استوديو الرقص، ومارتي راحت تسلم عليها في اوضه تغيير اللبس وشافت انها كانت مبسوطه جدا من رحلتها. وشارلوت قالت لها انها حاسه ان الموضوع بقى احسن عن الاول مع اخوها، وانها اخيرا في مكانها الصح. وصاحبتها ما كانتش مصدقه ان شارلوت بقت متفائله كده في الفتره الاخيره. وشارلوت كانت راجعه بيتها وجالها مكالمه على غفله من امها اللي صوتها كان باين عليه العياط، وطلبت منها تيجي المستشفى. ولما شارلوت راحت عرفت ان ابوها المدمن مات، وما كانتش عارفه تعيط ولا تعمل ايه عشان كان بيعملها اسوأ معامله وسابها من صغرها وتخلى عنها. وبعد كده شارلوت راحت تزور هنريك في الشغل وقالت له ان ابوها مات، وبدات تعيط جامد واخوها حاول يواسيها. وفي تاني يوم الصبح انا ومارتي راحوا يزوروا شارلوت في شقتها ويطمنوا عليها ويتكلموا معاها على موضوع الجنازه. وحتى داغي ناوي ما يكملش تدريبه ويرجع عشان يبقى جنب شارلوت، بس هي شايفه ان الموضوع ملوش لزوم. وبعد كده شارلوت قالت لامها ان اخوها هنريك موجود في الجنازه، وساعتها امها اتغيرت وقررت تاخد شنطتها وتمشي بسرعه. ومارتي حست بالاحراج جدا وما بقتش عارفه تتصرف ازاي، وشارلوت وعدتها بانها هتوضح لها كل حاجه قريب. وفي الاخر عملوا جنازه إيريك، وانا كانت مشغله الاغنيه المفضله بتاعته. وفي الوقت ده شارلوت كانت مستخبيه في الحمام، ومارت راحت لها وسالتها عن اخوها، ولكن شارلوت حاولت تغير الموضوع بسرعه. وساعتها مارتي لاحظت السلسله الضيعه بتاعتها وهي على رقبه صاحبتها، بس هي ما حبتش تجرح علاقه الصداقه اللي منهم. وساعتها شارلوت انهارت من العياط، ولكن مارتي قالت لها انها مسامحاها واخدت منها السلسله ومشيت وسابتها لوحدها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف شارلوت راحت عند بيت هنريك وشافته مبسوط مع عيلته، وبقت مجروحه اكتر وقررت تكمل حياتها عادي وتعلم الاطفال رقص الباليه عشان الحفله الموسيقيه بتاعتهم. وساعتها انا راحت لها الشغل وقالت لها يا ريت تساعديني يا بنتي اني اشوف اخوكي. ولكن شارلوت اتعصبت وبدات تزعق لامها وتهينها عشان جايه تفتكر ان عندها ابن دلوقتي وعامله نفسها ام، وبدات تدافع عن اخوها وتتهم امها انها ما كانتش جنبه طول حياتها. بس امها اعترفت لها بحاجه لاول مره، وهي انها اتجوزت وخلفت هنريك وهي صغيره جدا في السن، وعشان كده اختارت انها تسيبه بالرغم من ان الموضوع كان صعب عليها جدا لان ما كانش معاها فلوس تصرف عليه. وقررت تبدا حياه جديده، ووجود شارلوت في حياتها كان احلى بدايه بالنسبه لها، ولكن برضه مش عارفه تعيش بسلام. ودلوقتي نفسها تقابل ابنها تاني حتى لو مره واحده اخيره عشان تعتذر له. وشارلوت اتاثرت واخدتها لهنريك، والجده كانت مبسوطه جدا بحفيدها، وشارلوت حست ان عندها عيله لاول مره. وفي تاني يوم بنشوف شارلوت اخدت هنريك وابنه للاستوديو بتاعها وبيقضوا وقت عائلي مع بعض، وهو استغل اللحظه دي وقال لها انه هيسيب إيلين
ولما كانوا ماشيين من المكان ساعتها شارلوت عرفت ان صاحبتها المفضله حامل، بس كانت متضايقه انها ما قالتلهاش بنفسها. وفي الليله دي هنريك وابنه قضوا الليله عند شارلوت والجو كان لطيف جدا بينهم، لحد ما شارلوت قررت في ليله من الليالي انها تزور صاحبتها مارتي وتبارك لها وكأن كل شيء طبيعي، واتكلمت عن الحمل بتاعها وباركت لها وقالت لها بهزار انها عاوزه تبقى الام التانيه للطفل، بس صاحبتها كانت ساكته وده اللي خلى شارلوت محرجه جدا، لحد ما مارتي انفجرت وقالت لها انا مش حابه فكره انك تكوني ام لاطفالي، وانا تعبت من تصرفاتك عشان دايما بتتصرفي بتهور طول السنين اللي فاتت، وانا تعبت عشان حاسه ان الداله بتاعتك وانت مش جزء من عيلتي ويا ريت تسيبيني في حالي. وساعتها شارلوت قلبها انكسر وكانت حاسه ان صاحبتها شايله كل ده في قلبها. وفي يوم من الايام بنشوف ان شارلوت اتفاجئت بوجود داجي في شقتها وكان قاعد مع هنريك وبداوا يحتفلوا شويه ويشربوا مشاريب، ولما داغي كان على وشك انه يمشي ساعتها شارلوت حاولت تكتم على علاقتها مع هنريك وقالت انه عايش معاها عشان هيطلق مراته، وداغي انضحك عليه بالحجه دي، وهنريك كان غيران جدا عشان شارلوت لسه على علاقه بداغي وكان متعصب وزقها، وهي اتضايقت وقالت عليه انه مجنون، وهو اتضايق جدا من الكلمه ولكنها اعتذرت له لحد ما بدا يضربها بعنف، وهي كانت مرعوبه وخرجت بسرعه، وهو راح يعتذر لها لحد ما اتخانقوا جامد في الاوضه، وهو خنقها جامد قوي لدرجه انها ما كانتش بتتكلم. بس بعد كده شارلوت فاقت وعرفت ان العلاقه دي سامه ومش هينفع تكمل فيها، بس فضلت مع هنري طول الليل عشان خايفه تبقى لوحدها وطلبت منه ما يسيبهاش ابدا عشان كانت حاسه باليأس، بس هو عارف ان دي اشاره منها عشان يسيبها في حالها وما بقاش عاوز يكمل العلاقه الغريبه دي تاني. والحياه فضلت ماشيه بينهم عادي، وشارلوت كانت بتدرب الطلاب بتوعها على حفله الرقص وكانت حاسه بانها رجعت للحياه من تاني، بس بقت حزينه اكتر لما شافت ان الطلاب عندهم اهل وهي لا، وكانت فرحانه بيهم وهم مبسوطين وفخوره برقصتهم. ولما كانت بتجهز عشان تمشي من الشغل ساعتها داغي راح يقضي معاها شويه وقت، ولكن لاحظت ان اسلوبه اتغير معاها جدا كانه خافي عنها حاجه. وبعد كده بنشوف شارلوت بتحاول تشوف لو هنريك بعت لها رساله يطمن عليها، بس ما لقتش منه اي رساله، وراحت للحمام ولما رجعت شافت داجي معاه تليفونها وقرأ كل الرسائل اللي بينها وبين اخوها، وكان قرفان منها لما عرف علاقتهم، والمسكينه حاولت تدافع عن نفسها بان موبايلها اتسرق، ولكن داغي ضربها من غير ما يقصد واعتذر لها وطلب منها تفسر بهدوء، ولكن شارلوت ما كانتش عارفه تقول اي تفسير وكانت بتعيط وبتعتذر وخلاص، ولكنه كان حاسس بوجع في قلبه من اللي سمعه وقال لها انه هينهي علاقته بيها. وكده شارلوت بقت وحيده رسميا وراحت تشتغل في مكان تاني، وحتى قابلت اصحاب جداد وبقت مبسوطه في حياتها الجديده. وفي يوم من الايام مارتي كانت مع ابنها اللي لسه مولود وقابلوا شارلوت في القطر، والمقابله دي كانت سبب انهم يبقوا على تواصل تاني مع انقطاع شهور. وبعد كام يوم شارلوت كانت بتساعد امها في تجهيز الشنط عشان هتروح تعيش مع حبيبها الجديد، وكانت زعلانه عشان امها سايبه بيت طفولتها وبدات تفتكر كل الاوقات البسيطه اللي قضتها زمان. وساعتها شارلوت عرفت ان هنريك هيجي ياخد صندوق العاب قديم لابنه، وكانت متضايقه جدا، ولكن هي قالت لامها تروح تبدا حياتها الجديده وانها هتستناه وتديله الصندوق بنفسها. وقبل ما امها تمشي شارلوت عبرت لها عن حبها، وامها برضه عملت نفس الشيء. وساعتها هنريك وصل البيت وشاف اخته لوحدها في البيت، وطبعا لسه الموضوع محرج بينهم، وسلموا على بعض بطريقه جافه ونسيوا كل الماضي المضطرب بتاعهم، وكانوا مستعدين يبداوا حياه جديده ولكن كل واحد في طريق مختلف. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.